انا نظيفه، ايه اللي يخلي ريحتي وحشه؟ يعني انا واحده ست نظيفه، ايه اللي يخليني ريحتي مش حلوه او حتى بشم الهدوم ريحتها وحشه؟ هنقول مع بعض على اساسيات، غير بقى البارفان وغير مزيل العرق وغير البادي سبلاش. شيلي بقى القصص دي دلوقتي وتعالي نركز علينا كستات. هتيجي تعلمينا؟ ده احنا ستات قشطه. لا والله العظيم ابدا، ده انتوا اخواتي وصحباتي وربنا يعلم انا نفسي ان انا اقعد في مكان اشم كل الستات ريحتها قشطه. بس نركز مع بعض في حاجات يمكن انت ما خدتيش بالك منها. تعالي لي بقى ونقطه ومن اول السطر. يلا. واحد، وانت بتاخدي شاور لازم جسمك يتنشف كويس جدا، كل جزء مبلول لازم ينشف. كلامي واضح؟ اصل انا حرانه واحب اسيب الميه على جسمي كده بموت والبس بقى. بتكمكمي ياما، والله بتكمكمي. مهما كنتي الجو حر وهتنشفي بسرعه. الالياف دي فيها الياف صناعيه، حتى لو اللبس قطن قوي لازم يكون في فتله صناعي عشان ما يكشش. فالفتله الصناعي مع الميه على الجلد اللي هو اصلا بيفرز طول الوقت زيوت هيعمل ريحه مش حلوه، وانتي بتقومي بتقعدي هتشميها مش حلوه. طيب، مسك الطهاره بلاش نحطه على الجلد مباشره، والستات فاهمه قصدي، ما يتحطش على الجلد مباشره. حاولي ابعديه عن الجزء اللي هو انت عايزه تحطيه فيه، ابعديه عنه تماما علشان ما تعمليش في الاخر برضو التهابات وحكه وفي الاخر تبقى ريحه وحشه. مزيل العرق وبالذات اللي هو مش اللي بترشيه، لا التاني اللي بيتحط على الجلد مباشره، لازم يكون برضو الجلد ناشف تماما. حاجات مهمه قوي، لبسك لما تيجي من بره لازم يتحط في الغساله. ده انا نضيف، ده انا نزلت جبت معرفش ايه ورجعت عرقتي، ما انا حتى مزيل عرق برضو عرقتي. خلي بالك محدش بيشم ريحته خالص غير لما الريحه، انا اسفه في الكلمه، تبقى فجه، يعني تبقى اعلى والناس كلها تعرف تشمها عادي، تبقى قويه جدا، تبقى ريحتك بجد مقززه. يعني طول ما الريحه عاديه الناس شماها. طب اعمل ايه؟ كل يوم انا بقى حتى لو مش قادره اخد شاور ونازله بسرعه، انا بتكلم البنات الصغيرين بالذات، لو في الجامعه، لو بنت في ثانوي، ركزي في النقط دي. الاجزاء دي لازم تتغسل على الحوض كويس جدا وتتنشف كويس جدا يوميا، ولو نازله 3 مرات في اليوم هيبقى 3 مرات، قاعده في البيت على الاقل برضو مرتين 3، نازله 4 5 مرات هعملها، وممكن اعملها بره البيت وارجع اجدد مزيل العرق تاني. حتى لو مزيل العرق متقال انه بيتحط من ساعتين ل3 او 10، مالكيش دعوه باللي مكتوب، كلها اعلانات ليهم. طيب، من الحاجات برضو المهمه قوي تنشيف فروه الراس، ولازم تسيبي شعرك يتنشف، وبلاش نلبس الطرحه والشعر مبلول، بيعمل ريحه وحشه وبكتيريا، وهتلاقي شعرك متقصف وما بيطولش بسرعه وبيقع وعامل قشره، هتلاقي حاجات كتيره قوي 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 مضايقاكي. طيب، ايه كمان الحاجات اللي ممكن تخلي ريحتي مش حلوه؟ ريحتك مش حلوه ان انت هتحطي برفان على ميه. يعني مثلا جسمي هو مبلول فحطيت عليه برفان او بادي سبلاش. البادي سبلاش استني جسمك ينشف وبعد كده ابدأي حطيه. بلاش الكريمات، اي حاجه على الجسم وهو مبلول تماما، انسي القاعده دي. هتقولي لي ايه ده؟ طب ازاي ده في كريمات بيقول لك لازم يبقى الجسم مبلول؟ لا، هو قصده الجسم لسه مغسول ومتنشف. اكيد مش هيكتبها لك بقى، مش هيقعد يشرح لك شريط حياتك على الروشته من بره. حاجات مهمه برضو قوي، مهمه جدا جدا، تشيلي الجلد الميت اللي في رجلك اللي هو بيبقى في الكعب بالمبشره وانت بتاخدي شاور، لان ده برضو هتلاقيه بيطلع مع العرق مع الشوز، برضو بيطلع ريحه وحشه. تغيير الشراب باستمرار، غسل الكوتشي او الشوز اللي انت بتلبسيه على الاقل مره في الاسبوع. دايما بقول على الاقل عشان الناس تقوليش ايه ده مره بس في الاسبوع، ده انا بغسله كل 3 دقائق. يا ستي اغسليه كل ثانيه، كل ثانيه خش اغسليه والبسيه، خش عشان في ست في ستات غاويه تطلعني مصيبه في نفسي كده. والنبي يا اختي اعملي اللي انت عايزاه، احنا بنقول اقل موقف. من الحاجات المهمه قوي قوي، اي حد بيقعد قدامك، الحاجات اللي بيبقى متخيل ان انت منها مش نظيفه حوالين ضوافرك، الاجزاء دي، هتقولي الاجزاء دي ده من الاكل ومن غصب عني. بصي، في مبرد بيبقى ليه سنين من ورا، بتعملي كده بتشيلي طول ما انت قاعده الجلد الميت مره في الاسبوع، مش محتاجه اكتر من كده. الكريمات، او مش عايزه تعملي ماسك وانت مقروفه من الماسكات واللي بيحصل بره وبيجيبوا لك التهاب، عسل انا اسفه، عسل ابيض وعليه معلقه سكر عاديه ومعلقه زيت زيتون، واعملي صنفره لوشك. قادره تحطي ملح مكان السكر العادي براحتك، لو انت جسمك مش بيتحسس، لو جسمك فيه حساسيه يبقى تحطي مكانه معلقه السكر، وهتعملي كده. زيت زيتون اهو، احنا قلنا زيت زيتون عادي، وعسل ابيض معلقه، وعسل ابيض بيعمل تقشير. يعني ما اقدرش احطه قبل العيد بيوم، ما ينفعش احطه وانا رايحه فرح بيوم، قبلها ب3 ايام. اي ماسك هتعمليه قبلها ب3 ايام. طب ده احطه ايه؟ هتحطيه على وشك 5 دقائق 10 دقائق على قد ما انت قادره. مثلا مثلا انا بعمله على نفسي وانا بغسل الحمام، قلتها لكم كده بصراحه، اخلص الحمام كله ده على وشي، وبعد كده بقف قدام المرايه بتاعه الحوض وتعملي دوائر كده، دوائر دوائر دوائر. اخر حاجه للرجاله اللي بيتفرجوا علينا، انا خلصت كلامي للستات. احب اقول لك ان مش كل اللي بتشوفه على النت حقيقي،
معظم، ولو اقدر اقول لك ان كل الستات اللي على النت بفلاتر، انت مش هتصدقني والله العظيم. فلاتر. الست اللي عندك في البيت هي ست قشطه، لكن احنا هنا عندنا حاجه اسمها تنعيم وحاجه تانية اسمها اظهار الوان. يعني اللون ده هو ازرق وزي ما انت شايفه، بس هو منور قوي. واحد عشان فيه رينج لايت هوقفه، كان نزلت الرينج لايت، تخيلوا بس ان انا مجرد شلت الاضاءه. فاهم حاجه اهو؟ يعني ده في فرح مثلا هبقى كده، وانا ماشيه في الشارع اكيد مش هبقى منوره كده، اكيد انا يعني مش قمر. فاهمين قصدي ايه؟ احب اقول لكل الرجاله اللي موجودين، معظم الستات اللي هنا لو ما كانش الكل عمليات نفخ شد بلاوي زرقاء بتحصل، تطلع تقول لك انا عمري ما نفخت فيلر، تبقى شفتها مدلدله. انا عمري ما حقنت، وحواجبهم كلهم عامله كده والجبهه مفروده. انا الحمد لله مش عامله اي حاجه خالص وسايبه دنيتي زي ما هي. كل اللي بستخدمه كريمات. هتقولي طب وليه؟ طب وانت يعني مش قادره تنفخي وتعملي؟ بتغيروا ملامحكم. اقسم بالله انا بشوفكم بتخض، بتبقوا عاملين زي المسخ. عايزه تحقني حقنه واحده بعد ما بتعدي ال40، بعد ما تعدي ال40 وانت رايحه بقى لل45 ابداي احقني. لكن طول ما انت لسه وشك في امل اللي بيوصلك كده ما يبقاش متقزز والدنيا جميله، بتشد وتهببوا ليه؟ بقى شكلكم مسخ، بقيتوا عاملين كده وشفايفكم دي عامله كده وخدودكم دي عامله كده. ومن هنا احنا شايفين خلاص الخطوط بتاعه الشد. ارحموا نفسكم. والستات اللي ما عملتش يا ريت ما تعمليش لله. واللي نفسها بتعمل تاتو سالتني كذا مره، حاولي بلاش تعمليه الثابت، العين بتزهق وانت هتزهقي وهتتضايقي. غير انه حرام، انا مش بتكلم في حرام وحلال لان انا بعيده كل البعد، انا مش شيخه تمام، بس انا كل اللي بقول لك ما تعمليش حاجه تندمي عليها بعدين. وهو فعلا حرام، وكل اللي عملوه قالوا احنا بعد ما عملناه مش عارفين ننام، ضميرنا وجعنا. عايزه تعمليه وفي شيخ محلله وانت عايز تمشي ورا، انت حره. انا قلت اللي عندي، انا مش هعمل عمري تاتو غير الرسم اللي برسمه وبيطلع بعد 10 ايام او اسبوع او 3 ايام. والسلام عليكم، عيد سعيد عليكم، قادر يا كريم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.